أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. هو ليه بيكون دايما صعب إننا ننسى ونتخطى علاقة سامة؟ ليه بيكون في تعلق زايد بالشخص السام بالرغم من إنك بتكون مدرك بكم الأذى النفسي اللي الشخص ده اتسبب لك فيه، لكن برضو مهما حاولت مش قادر تنساه؟ النهاردة بناء على طلب أحد المتابعين أو بالأصح إحدى المتابعات اللي طلبت مني إني أتكلم عن تخطي أزمة الانفصال عن شخص توكسيك، وبصراحة لقيت الموضوع برضو اتكرر في تعليقات كتير بصيغ مختلفة، فحسيت إن الموضوع فعلا يستحق إننا نتكلم عنه بالتفصيل. إشمعنى خسارة الشخص التوكسيك بالذات بتكون مؤلمة؟ يمكن نكون كلنا عدى علينا الخسارة قبل كده، ممكن تكون فقدت حد من عيلتك، ممكن تكون خسرت صداقات أو شغل أو سبت أماكن بتحبها، ممكن تكون حتى في لحظة خسرت ثقتك في نفسك، وكل خسارة منهم هي شكل من أشكال الموت. موت تجربة، موت مشاعر، موت فكرة. أي حاجة كان ليها معنى في حياتك ودلوقتي مش موجودة فهي خسارة، زعلت عليها وسابت جواك أثر. والتعامل تقريبا مع الخسارة واحد في كل الحالات، سواء بتخسر صداقة أو شغل أو شريك، فدايما بنكون مضطرين ندرك حقيقة إننا مش هنعدي بمشاعر معينة تاني، بنكون مجبرين نحس بالفراغ جوانا ونتقبل الألم، والأصعب بنكون مجبرين نتقبل جملة خلاص كده هي دي النهاية. الموضوع كمان بيكون مؤلم علشان بيكون جوانا شوية شعور بالذنب، إنه يمكن كنا نقدر نغير الأحداث لو كنا عملنا حاجة مختلفة، وبنفضل نعيد سيناريوهات اللي حصل من الأول ونشوف المشكلة كانت فين. لكن في حاجات مش هنقدر نغيرها مهما حاولنا، هي انتهت، الحاجة اللي راحت خلاص وعمرها ما هترجع زي ما كانت، بغض النظر انت ممكن تعمل ايه. وده بيخليك تحس ان جزء منك راح واتدمر تماما، لكن الجزء ده هو اللي انت لازم تتعلم تبنيه من تاني. كل خسارة بتعدي عليك بتخسر معاها حتة منك، بتخسر حتة من روحك. لكن العلاقات مش بتنتهي بس علشان حد عمل حاجة غلط في حق التاني، لكن علشان هم كأشخاص كانوا أصلا ما ينفعوش لبعض. كلنا عدينا بتجربة الانفصال، كلنا اتألمنا وكنا في أضعف حالاتنا، كلنا عيطنا وقعدنا نسمع أغاني بتوصف مشاعرنا. لكن ليه الانفصال بيكون مؤلم قوي كده؟ ليه بنلاقي نفسنا حاسين بالضياع والعجز لما حد بيبعد عننا؟ في حلقة النهاردة هنعرض ازاي نتعامل مع خسارة علاقة، وبالأخص العلاقة السامة، وهنفهم ليه الخسارة بتكون صعبة ومؤلمة، وازاي نتخطاها ونرجع زي الأول. لكن في الأول لازم نعرف ليه العلاقات بتكون مؤثرة في حياتنا. علشان نبقى ناس سعيدة ومرتاحة لازم نحس بالرضا عن نفسنا، وعلشان نحس بالرضا عن نفسنا هنحتاج نحس إننا بنستثمر وقتنا وطاقتنا بشكل صح، ولو ضيعنا طاقتنا في المكان الغلط مش هنعرف نعمل أي حاجة ليها معنى في حياتنا. والطريقة الأساسية اللي بنعمل بيها معنى لحياتنا هي عن طريق العلاقات، سواء علاقات أسرية أو صداقة أو علاقات عاطفية. كل العلاقات دي بتدي إحساس إن حياتنا ليها قيمة، وبالتالي بتخلينا نحس بالرضا عن نفسنا. والعلاقات مش بس بتدي معنى لحياتنا، لكن كمان بتحدد فهمنا لنفسنا. وكل ما بيزيد المعنى اللي بتضيفه العلاقة دي في حياتك، كل ما بتحس بالفراغ لما بتنتهي العلاقة دي. وبعدها بنبدأ نسأل نفسنا، هو احنا مين؟ احنا مين من غير فلان؟ وهنا بيجي السؤال المخيف، هو أنا حياتي ليها معنى أصلا من غيره؟ والشعور بالفراغ أو بشكل أدق ضياع المعنى هو ده اللي بيعرف بالاكتئاب. ومعظم الناس بتكون فاكرة إن الاكتئاب هو حزن عميق، لكن ده مش حقيقي. الاكتئاب والحزن بيجوا سوا، لكن هما مش نفس الشيء. الحزن بيجي لما الإنسان بيحس إنه فقد شيء فبيزعل عليه، لكن الاكتئاب بيجي لما الإنسان بيحس إن حياته ملهاش معنى. في حالة الاكتئاب الشخص بيحس إنه جواه فراغ كبير مفيش حاجة تقدر تملاه، وكل لما ما يلاقيش إجابة لمعنى حياته كل ما بيلاقي نفسه مش قادر يقوم من على سريره، مش قادر يعمل أبسط الحاجات، مش قادر يتكلم مع الناس، ولا حتى قادر ياكل ويشرب. لكن الطريقة الصحية للتعامل مع الخسارة هي إنك تبني علاقات جديدة تدي معنى لحياتك. وهنا مش معناها علاقات بأشخاص تانية، انت مش بتبدل ناس بناس، لكن تبدل علاقتك اللي خسرتها بعلاقة مع نفسك. وعلشان كده بيقولوا على الفترة اللي بعد أي علاقة إنها بداية جديدة، وبتقول على نفسك إنسان جديد، لأنها بالظبط بتبقى كده، انت بتبني إنسان جديد، بتبني علاقة جديدة مع نفسك علشان تملى فراغ العلاقات القديمة.
لكن للأسف مش دايما بتكون دي الطريقة اللي الناس بتتعامل بيها مع الخسارة. لما بيحصل أي انفصال بتلاقي الناس بترفض تعترف بالخسارة، وبتفضل متمسكة بالماضي وبتحاول ترجعه أو تحييه بطريقة ما، سواء كان في الواقع أو في خيالهم. والناس بتعمل ده لأن هويتهم وإحساسهم بتقديرهم لذاتهم كان نابع من العلاقة دي، وبعد ما العلاقة دي انتهت بقوا حاسين إنهم مش قادرين أو ما يستحقوش إنهم يبقوا في علاقة تانية ويتخطوا الماضي. والحقيقة اللي الناس كتير مش بتاخد بالها منها إن لما حد مش بيقدر يحب نفسه ويحس بقيمتها ويعزها، بيكون ده السبب الأساسي في فشل علاقاتهم، أو إن ده بيكون السبب أصلاً إنهم رضيوا يكونوا في علاقة سامة. هما بيختاروا العلاقات السامة بدل العلاقات الصحية لأنهم حاسين إن هو ده اللي يستحقوه. وعلشان نتعمق شوية عن سبب إننا مش بنقدر نستغنى عن أشخاص معينة أو نتخطاهم، لازم نفهم حاجتين أساسيتين. أول حاجة، العلاقة السامة هي لما بيعتمد شخص عاطفياً على التاني، بمعنى إنه بيستخدم العلاقة دي علشان يحصل على الاحترام والتقدير اللي هو مش قادر يديه لنفسه. تاني حاجة، العلاقة الصحية هي لما شخص بيكون مرتبط عاطفياً بالتاني، بمعنى إنه بيحب ويحترم الطرف التاني لأنه بيحب ويقدر نفسه. المشكلة بقى إن العلاقات السامة بتكون مليانة دراما علشان تفضل مكملة. الدراما دي هي لما بتلاقي فجأة صراعات مش ضرورية، لكن للأسف بتولد إحساس بمعنى مزيف لفترة قصيرة. لما بيتلاعب شخص سام بشريكه وبيجي شريكه ده يسامحه، فده بيدي إحساس وهمي إنهم كده بيقربوا من بعض أكتر، وإن علاقتهم كده أقوى من المشاكل، وإن ده هو الحب الحقيقي اللي مفيش حاجة بتأثر فيه. بس ده مجرد إحساس مش حقيقي إن العلاقة دي ليها معنى. ولأن الدراما دي تأثيرها بيروح بسرعة، فهيجي الطرف السام ويفتعل مشكلة جديدة علشان يعمل دراما جديدة. لكن في العلاقات الصحية ما بيبقاش فيه الدراما دي كلها، لأن الصراع بيكون مش ضروري. في العلاقات الصحية الناس بتكون متحملة مسؤولية نفسها وقراراتها، وبدل ما بيدوروا على الصراعات علشان يحسوا إنهم بيحبوا بعض، بيحاولوا يقللوا المشاكل ويحلوها علشان يكون في مساحة أكبر للحب والدعم والطمأنينة. بس خلينا بقى نسأل السؤال المهم: إزاي تكتشف إنك في علاقة سامة؟ خليني أعرض عليك عزيزي المستمع 3 حاجات تقدر تساعدك في اكتشاف العلاقات السامة. أول حاجة، إنك ما بتبقاش متخيل إنك تبقى عايش حياة سعيدة من غير الشخص ده. في العلاقة السامة بتضيع تماما هويتك، كأنك بتختفي جوا شخص من غير ما تعرف انت مين. وفي المقابل مفروض العلاقة دي بتقدم لك معنى وهدف لحياتك، لكن اللي انت بتبقى مش عارفه هو إنك لما بتضحي بهويتك لشخص، فالعلاقة دي بعد كده بتولد شعور بعدم الأمان. العلاقة دي كده بقت حياتك كلها واخدة كل وقتك واهتمامك، وكل العلاقات التانية في حياتك ما بقالهاش أي قيمة أو معنى. فلو حسيت إن فكرة فقدان علاقتك بشخص ما معناها إن حياتك هتنتهي، فغالباً أنت في علاقة سامة. ومش بس العلاقة السامة ممكن تكون شخص، ممكن تكون مجموعة أصدقاء فقدت هويتك في وسطهم، ممكن تكون مع أفراد الأسرة أو حتى في مكان الشغل. ممكن تبقى في علاقة سامة مع أي حاجة ممكن تنسى فيها قيمتك واحترامك لذاتك، وبقت العلاقة دي هي اللي بتحدد هويتك. تاني حاجة، إن تكون العلاقة دي بتضر العلاقات التانية اللي في حياتك. العلاقات السامة بتخنق العلاقات التانية وما بتسيبلهاش أي مساحة أو وقت، وفجأة تلاقي العلاقة السامة هي اللي مسيطرة على حياتك كلها. الدراما والخناقات اللي قضت على خروجاتك مع أصدقائك، تلاقي نفسك مش قادر تتكلم عن أي حاجة بعيد عن علاقتك ومشاكلك، والعالم بره علاقتك دي يبان ممل وهادي وما فيهوش أي أحداث. وتلاقي نفسك بتفكر طول الوقت في المشاكل في أماكن غريبة، وانت في الشغل، وانت في ميتنج، وانت في حفلة. مفيش حاجة تانية في الدنيا أهم من علاقتك ومشاكلها. لما بتضيع جوه علاقة سامة، أصحابك هيحسوا إنك بقيت شخص لا يطاق، وهيبعد عنك شوية بشوية كل القريبين منك. أو يمكن تلاقي الطرف السام هو اللي بيبعدك ويعزلك عن اللي حواليك. وفي شوية ناس هتحاول تساعدك وتنبهك إنك ما بقيتش أنت وإن علاقتك دي بتأذيك، لكن أنت هتفسر ده على إنه تدخل منهم في حياتك علشان مش عايزينك تبقى سعيد. وهتزيد بعدها الدراما اللي انت خلاص أدمنتها وما بقتش تتخيل حياتك من غيرها. تالت حاجة، كل ما بيزيد الحب اللي بتديه للشخص السام، كل ما بيزيد الألم. في العلاقات السامة دايما بتكون حاسس بعدم الأمان، طول الوقت خايف تحصل حاجة تنهي العلاقة، وشاكك لا يكون الطرف التاني بيعمل حاجة من وراك، فبتلاقي كل وقتك وتفكيرك وطاقتك في العلاقة دي. لكن حتى وانت بتدي كل ما عندك، بتلاقي قصاد ده ألم ومعاناة.
العلاقات السامة عاملة زي الثقب الأسود، تلاقي نفسك بتتشد جواه ومش عارف تطلع منه، وحتى محاولاتك إنك تبعد تعمل دراما أكبر، فتلاقي نفسك بترجع تاني لنفس النقطة. العلاقات السامة بتكون عاملة كده زي اللعنة، لما بتكون فيها بتبقى تعبان وعايز تخرج منها، ولما بتخرج منها بتفقد هويتك وكيانك، وما بيبقاش عندك أدنى فكرة هتعيش إزاي بعد كده. لكن السؤال هنا هو ليه بيبقى صعب إننا نتخطى علاقة سامة عن العلاقة الصحية؟ العلاقات السامة بتبقى عاملة زي الإدمان، لأن الدراما والمشاكل اللي بتحصل بتسبب نوع من أنواع الإدمان. فكرة المفاجأة، يوم حلو قوي قوي بتبقى فيه فوق السحاب، ويوم سيء جدا يخليك تكره حياتك. عقلك بيتعود على النوع ده من الإثارة والأكشن، وأي حاجة تانية في حياتك بتبان مملة وملهاش طعم. والأسوأ بقى إنك لما بتتعود على الدراما تأثيرها بيقل، فبتحتاج صراعات أكبر علشان تثبت لنفسك إنك محبوب. النهاردة طلبت من الطرف التاني حاجة فعملها، لكن برضو مش حاسس إنك في أمان، مش حاسس بالحب والاهتمام، فتعمل مشكلة جديدة وتطلب حاجة أصعب وتشوف هيحصل إيه. في النهاية الدراما بتوصل لنقطة الغليان، والعلاقة السامة بتبدأ تحرق كل اللي فيها. ومن كتر ما بتبدأ تدمن الدراما بيوصل الموضوع لأنك بتعتقد إن وجود الشخص ده في حياتك أهم من راحتك وسعادتك، حتى لو وجوده ده بيسبب لك الألم. فالدراما بتكون منظور نفسي بتحرف الواقع، بيتهيأ لنا للعلاقة دي بكل مشاكلها هي الحاجة اللي احنا محتاجينها، مع إنها في الحقيقة يمكن تكون العلاقة الوحيدة اللي بتضرنا. الخطورة بقى في إدمان الدراما والعلاقات السامة هو إن الانفصال مش بيغير حاجة. الشخص اللي قضى وقته وطاقته كلها في محاولات إنه يكسب حب الطرف التاني، فبعد الانفصال هيحاول يقضي وقته في محاولات إنه يرجع له، أو لأنه تعود على النوع ده من العلاقات لما بيدخل في علاقة جديدة بيبدأ يتعامل بنفس الطريقة وترجع الدراما تاني علشان يحس بإحساس إن حياته مثيرة ومليانة أكشن. طيب الحل إيه علشان تتقبل الخسارة وتطلع من العلاقة السامة بأقل خسائر؟ الخطوة الأولى إنك تفهم إن ذكرياتك بتكذب عليك وتقنعك إنك كنت سعيد والحياة كانت جميلة وحلوة حتى لو ما كانتش دي الحقيقة. عقولنا بتميل إنها تفتكر أفضل صفات الماضي، بتلاقي عقلك بيلغي الحاجة المملة والبطيئة، فذاكرتك مش مقياس لسعادتك لأن ذاكرتك أصلاً مش دقيقة. لكن حاول دايماً أول ما تلاقي نفسك بتفتكر ذكريات سعيدة من علاقة سامة تفكر نفسك إن الحاضر هو الأهم، الحاضر اللي فيه سعادتك الحقيقية لكن مدفونة تحت ذكريات العلاقة القديمة اللي انت بتقرر كل يوم تسترجعها وتحييها من تاني بدل ما تنساها وتكمل حياتك. تاني حاجة، حاوط نفسك بالناس اللي بتحبك وبيقدروك زي ما انت. تخيل معايا كده ان نفسيتك دي عبارة عن ترابيزة ب4 رجلين، لو اتكسرت رجل منهم مش هتبقى مستقرة وهتقع، لكن لو بدلت الرجل دي برجل تانية متينة هتثبت وتقدر تستحمل أي حاجة تحطها عليها. فعلاقاتك في الحياة شبه رجلين الترابيزة دي، لو علاقة منهم اتكسرت فعوضها بعلاقة تانية علشان توصل للاستقرار النفسي اللي يخليك تتحمل ضغوطات الحياة. لكن يمكن الموضوع بيبقى أصعب وانت خارج من علاقة سامة، بعد ما بعد عنك أصحابك أو انت قطعت معاهم بناء على رغبة شريكك السام اللي بعدك عن كل اللي بيحبوك، وإنك ترجع وتعترف إنك كنت غلطان بعد ما حاربت كل حد نصحك. يمكن ساعتها كرامتك تنقح عليك وتحاول تتفادى الحل ده، لكن لازم تحاول، وهم لو بيحبوك بجد هيساندوك ويقفوا جنبك. لكن لو افترضنا إنك خسرت كل اللي بيحبوك وما عندكش أي حد يديك الدعم اللي انت محتاجه، فده هيودينا للخطوة الثالثة، إنك تستثمر في علاقتك بنفسك. لو انت طالع من علاقة سامة فتقديرك لنفسك يمكن يكون انتهى، وكنت بتحتاج العلاقة دي علشان تثبت لك انك انسان ممكن يتحب. لكن هنا لازم تتدخل وتعمل وقفة، انت لازم تتعلم تحب نفسك، لانك عمرك ما هتعرف تحب تاني او تحب اللي حواليك لو معرفتش تحب نفسك انت الاول. فده الوقت اللي فيه تهتم بنفسك، ولازم تبين ده في شكل افعال. تقول لنفسك أنا هاكل أكل صحي علشان أنا أستحق إن صحتي تبقى كويسة. إنك تتفق مع نفسك إنك مش هتلجأ للأكل كمهرب أو مسكن علشان يحسن من حالتك النفسية. إنك تتمرن وتروح الجيم وما تتعاملش معاه على إنه واجب أو إجبار، ده فعل حب ذاتي. أنت رايح الجيم علشان تثبت لنفسك إنك بتحبها وبتهتم بيها.
خرج نفسك وتمشى في مكان هادي وشوف الشمس واستمتع بأي حاجة بسيطة. اقرأ الكتاب اللي انت راكنه على الرف بقاله سنة. روح لوحدك الحفلة اللي كان نفسك تروحها ومستني حد يبقى معاك، وانبسط من قلبك لأنك بتعمل حاجة لنفسك علشان تفرحها. صدقني انت مش لازم تستنى حد يفرحك، علشان انت كل يوم تستاهل تعيش الفرحة. هي دي فرصتك لبداية جديدة، استخدمها بدل ما تلاقي نفسك في علاقة سامة تانية. الخطوة الرابعة، لو انت تقدر تعمل أي حاجة في الدنيا من غير ما تحسبها، يا ترى هتكون ايه الحاجة دي؟ من أكتر الحاجات الصحية اللي تقدر تعملها بعد ما بتنفصل عن علاقة سامة إنك تعمل حاجة تبسطك مهما كانت بسيطة، من غير ما يكون ده مشروط بوجود حد. ولو مش عارف الحاجة دي هي ايه ففكر. لو ما كانش في حياتك أي التزامات، لا ماديا ولا عاطفيا، وعندك وقت وطاقة، تحب تقضي وقتك بتعمل ايه؟ وبسطه كده لحد ما يبقى حاجة ينفع تتعمل. مثلا حد كان بيحب السفر، لكن يمكن الظروف المادية دلوقتي ما تسمحش. دور على بديل أبسط شوية. دور على مكان في مدينتك عمرك ما رحته، وابدأ استكشفه بروح السايح اللي بيزور مكان جديد لأول مرة. روح مدينة قريبة منك أو بعيدة شوية، ولما هيرجع لك الشعور بمتعة السفر هتقرر تحوش علشان تعمل رحلة أطول. في ناس كتير للأسف ما عندهمش أي فكرة هيعملوا إيه لو ما كانش عندهم التزامات وضغوطات، أو ساعات بيكونوا بيعملوا حاجات علشان يرضوا اللي حواليهم وبعدين يرجعوا يسألوا هو ليه علاقتهم باظت. علشان ببساطة انت مهما حاولت ترضي الناس عمرك ما هتعرف ترضيهم، وساعتها هتخسر نفسك ومش هتوصل لأي حاجة. خامس حاجة، لو فقدت علاقة ما تخافش انك تبقى لوحدك. بعد ما الواحد بيفقد شريك ما بيكون التصرف الطبيعي انه يملى الفراغ ده بسرعة بعلاقة جديدة، ودي اكبر غلطة، لانك بتكون محتاج وقت كفاية للتعافي عاطفيا، وصعب جدا ساعتها انك تكون طرف في علاقة صحية. فخليك لوحدك كده فترة، اتعلم الاول انك تقضي وقتك مع نفسك من غير ما تحتاج حد، وادخل في علاقة تانية بس لما تحس انك قادر ومستقر نفسيا. في النهاية الحياة بتكون عبارة عن سلسلة طويلة من الخسائر، وده يمكن الشيء الوحيد المسلم بيه في الحياة. بتخسر كل يوم حاجة، وقتك، عمرك، صحتك، ناس بتحبهم. سنة ورا سنة بتعدي عليك ومفيش حاجة بتفضل. فعلشان كده لازم نتعلم إننا نتقبل الخسارة، وتعرف إن يمكن كان في حكمة إنك تخسر علاقة معينة علشان تقوم وتدور وتلاقي نفسك من تاني. كان لازم تخسر حاجة انت كنت فاكرها بتديك معنى لحياتك علشان تقدر تلاقي المعنى الحقيقي لحياتك. التغيير مش دايما بيكون وردي وبتبقى سعيد طول الوقت، ممكن يبقى معايا شعور بالحزن على الحاجة اللي انت خسرتها. لكن لو فضلت متعلق بالماضي عمرك ما هتشوف المستقبل، ومش هتقدر تشوف التجارب الجديدة والفرص الحقيقية للسعادة. لكن هتقدر تلاقي السعادة بس لما تقدر تلاقي نفسك. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.